بطول النيل وعرض الساحل غني وشجع نادي الشعب. الاهلي امبارح كان موجود في اسوان وكرم اهل اسوان واستقبال اسوان امبارح كان عندها عيد قومي. اسوان امبارح كانت بتحتفل بعيد قومي بتواجد الاهلي في مدينه اسوان. الاهلي ما خيبش كل الجماهير دي وما خيبش الاستقبال ده وقدم برضه عرض جميل جدا. الاهلي امتعنا امبارح. الاهلي كان عنده 6 تغييرات في التشكيله الاساسيه، لكن في بعض اللعيبه امبارح شاركت مكان لعيبه دوليين واساسيين قدموا مباراه كبيره جدا. وهو مثلا مروان عطيه لعب على حمدي فتحي ولعب على عمرو السوليه امبارح، وقدم مردود. يعني نقول حلال الفلوس اللي دفعت فيه، كل ما اللي متصرف على مروان عطيه امبارح حلال الدفع فيه. مروان عطيه في كل التحام كوره كان بيشارك فيه كان بيكسبه امبارح، بل بالعكس في بعض الاهداف اللي الاهلي شارك فيها امبارح كان هو موجود، كان هو اللي بيقطع وبيصنع. طيب، خالد عبد الفتاح نفس القصه، الهدف الاول برضه شارك فيه، كان عنده بوست توقيفه عنب، كره ملعوبه له بتوقيفه عنب اداها لحسين الشحات، رفع العرضيه كان مسجل جول. كهربا امبارح برضه يفرق عن اي مهاجم في الاهلي. محمد عبد القادر جات له كوره ضربه راس في اول الدقائق، تقدر تقول في اول 12 دقيقه ضيعها، حطها في نص جون، حطها حنينه على ايد الجون. لكن تشوف كهربا في الهدف الاول قطع الشبكه، قطع جون، خلى الملعب امبارح يطلق اول يعني بالونه اختبار او بالونه فرحه في الاهلي، والاهلي متعنا بعدها ويسجل الثاني والثالث. يعني كهربا امبارح كان فارق على اي مهاجم. جاله هدف التسلل الابيض امبارح، لكن شوف باصه وراح قطع واستلم من قفشه، يعني كان موجود، كان اللاعب موجود. كهربا كان عامل حاله قدام كده، تحس ان هي فعلا اللاعيبه من الكهرباء عايزه تلعب، اللاعيبه عايزه تسجل. كذلك زي ما قلنا مروان عطيه. برضه محمد اشرف لعب على علي معلول امبارح وقدم اداء كويس جدا واداء طيب جدا، وكان علي معلول لازم يرتاح. علي معلول من بعد يعني خد كل مباراه كاس العالم والهلال السوداني، وفي نفس الوقت كان لابد انه يريح. فمحمد اشرف لاعب صاعد نجم جديد في الاهلي، قدم اداء مردود كويس جدا امبارح، تسبب في ضربه جزاء. لكن بشكل عام كان الاهلي حلو ولاعيبه الاهلي كانت فايقه امبارح. ده كله بسبب ايه؟ بسبب عم كولر. عم كولر امبارح عمل حاله تناغم بين اللعيبه، دوافع جديده للعيبه ان هي تلعب. مروان عطيه بيشارك، خالد عبد الفتاح بيشارك، محمد اشرف بيشارك، كهربا بيشارك قدام، ونزل كمان شادي حسين مكان كهربا. فاذا في دوافع كتير جدا اللعيبه تشارك، عايزه تقدم وتثبت نفسها، وده احنا شفناه في لعيبه كتير جدا وفعلا تستاهل فلوس اتدفعت فيها. طيب، في حاجه تانية مهمه جدا برضو في المباراه. الشناوي تصدي الشناوي لضربه الجزاء في وقت يعني زي ما بقول كده في نص، يعني في الدقائق الاخيره من الشوط الاولاني في دقيقه 43. ده قلب المباراه برضو، خلى ان انت خلاص جيمك النهارده لعيبتك متيقنه ان انت هتكسب النهارده، وضافوا الهدف الثالث وقتلوا المباراه نهائيا. وقدرنا بقى ان احنا الشوط الثاني نريح خالص، اللعيبه تهدى، اللعيبه تاخد نفسها. عندنا مباراه هنركز فيها وهي مباراه سان داونز. بدانا نبني من الشوط الثاني لمباراه سان داونز. شفنا بقى شادي حسين بينزل، شفنا احمد القندوسي بينزل، لكن الواد القندوسي ده عليه بينيات زي عم تريكه، بينيات زي عم تريكه، لمسته زي محمد ابو تريكه. ففي لعيبه كتير جدا امبارح، او بمعنى اصح صفقات ناجحه جدا بفضل الله عندنا في الاهلي. يعني خالد عبد الفتاح ده الاعاره بتاعته هتتجدد خلاص، اعارته هيبقى شراء نهائي ان شاء الله. زي ما قلنا لعيبه بتلعب على لعيبه دوليين، فقدموا مباراه قويه جدا. اذا انت في مباراه سان داونز ما عندك بدائل كتير جدا، تلعب علي معلول ده اكيد، نظرا لخبرته وقيمته في المباريات الكبيره قدام سان داونز. عندك بقى انت تقدر تقول العب بمحمد هاني ولا العب بخالد عبد الفتاح، فيبقى عندك حيره في حته زي كده. لكن في الخط الهجومي انت متيقن مغمض عينك كهربا هيلعب. كهربا لازم يلعب، لان كهربا فارق عن ناس كتير جدا في ارضيه الملعب، خاصه هو متوهج، خاصه هو مستني ان هو يعني الراجل غايب بقاله 6 شهور وعايز يكسر الدنيا، فعنده دوافع كبيره جدا انت تقدر نستغلها في مباراه سان داونز. كذلك انت هيبقى عندك حيره تلعب في مباراه سان داونز بعمرو السوليه لما يرجع من الاصابه، وكذلك حمدي فتحي او ولا ديانج ولا مروان عطيه. عندك 4 تختار منهم 2، فانت في حيره شديده جدا انت تلعب باي واحد فيهم. فعم كولر هيكون قدامه بدائل كويسه جدا، والدكه بقى انت عندك بدائل حلوه جدا، بدائل جميله جدا، بدائل ان انت تقدر تلعب فيها، ويبقى عندك مثلا في بعض المباريات لازم تريح لعيبه عشان اللعيبه كلها ما تقعش منك، زي الموسمين اللي بتوع الموسيماني. احنا في الدوري ضاع بسبب ان احنا كنا يعني 14 لعيب او 15 لعيب بالظبط هم اللي مسيطرين على التشكيل، فبالتالي جينا نهايه الموسم عندنا مؤجلات كتير جدا، ضيعنا فيهم نقاط كتير جدا، وفقدنا الدوري بسبب عدم الاعتماد على خلق بدائل موجوده كتير جدا. شفنا بقى امبارح بدائل كتير جدا،
شفنا تنوع، وعم كولر بيعمل حاله انسجام بين اللعيبه ودوافع جديده، فاللعيبه ادت مباراه قويه جدا في الملعب. فدي حاجه تحسب لعم كولر. تحسب ان برضه الاداره وفرت له بعض اللعيبه كويسه. في عندها عجز الاداره ان هي توفر مهاجم، ولو مهاجم جه هيكسر الدنيا، لو مهاجم جه هيولع الدنيا في الاهلي، هيولع الدنيا في الاهلي. الفرص اللي احنا بنشوفها من احمد عبد القادر بتضيع، او من حسين الشحات اللي بتضيع، او حتى كمان ممكن من كهربا، لان عدم لياقته البدنيه لسه مش جاهزه لحد دلوقتي بصفه كبيره، هيفرق مع الاهلي. يعني انت لو تتوقع موليكا بيجوا له حاجات زي كده بقى، شوف بقى الفت، وشوف المحطه اللي عندك هتبقى في الهجوم، وشوف السرعات، هيكسر الدنيا. ممكن انت يعني تاخد لك، بدل ما بتاخد الفرق الزمالك مثلا ثلاثه بس، ممكن تاخد الزمالك خمسه سته، ممكن تاخد اسوان خمسه سته. وده يستحضرنا ان احنا نقول مقوله 2 يناير بتاعت عم فريرا: هتلعب يا عم ايمن الرماد قدام الاهلي بنفس القوه؟ هلعب يا بيه. قام واكل ثلاثه زي الزمالك، يعني مفيش حد احسن من حد. وده الراجل عمل اللي عليه بالظبط اهوت يعني. فمبروك للجماهير الاهلي، فرحه كويسه جدا. عندنا فعلا دكه بدلاء قويه جدا، عندنا لعيبه بتكتب شهاده ميلاد جديده وانت مطمن، بتكتب شهاده ميلاد جديده وانت مطمن، مش انت خايف ان هو هيبقى اداؤه وحش. لا، مروان عطيه قدم مباراه كبيره جدا قدام فلامينجو. تاني مباراه بيلعبها هوت قدام الاسوان، وبقدم مباراه كبيره جدا في درجه حراره عاليه. لكن الاهلي قدم مباراه كويسه جدا، الاهلي كان افضل، الاهلي كان احسن. الاهلي فعلا حاجه تفرحك الفتره الاخيره. رايحين بقى مباراه سان داونز، ننسى، نقفل صفحه اسوان، ننسى الانتصار بتاع اسوان، نركز في مباراه سان داونز، لان هي مفتاح عودتنا للبطوله. لازم نكسب المباراه ديت، لازم نكسب المباراه ديت عشان نخش في رتم المجموعه تاني، في تنافس المجموعه تاني. ما نسمحش الانديه تانيه ان هي تفكر ان هي تكسب وتطلع على حساب الاهلي. لا، صن داونز خلاص 6 نقط، عايزين نحصلهم لنفسه على صداره البطوله، على صداره المجموعه. في نفس الوقت نهدم الهلال، نخليه يرجع لورا، ما بيفكرش ان هو يخش في تنافس مع الاهلي في المجموعه او صن داونز. فبالتالي فرصه الاهلي انه يكسب المباراه ديت فرصه كويسه جدا. بعدها مباراتك مع القطن تكسبه وانت مرتاح هنا برضه في القاهره، تبدا تخرج بقى لبره المجموعه، سواء مع صن داونز سواء مع القطن، تبقى انت مرتاح نفسيا شويه. عندك 6 نقاط، بتحاول تستنى طبعا تعثرات الفرق الاخرى، وفي نفس الوقت تروح تقدم مباراه قويه جدا قدام صن داونز في صن داونز. اذا الاهلي قدام اختبار حقيقي تاني، وهو صن داونز. ان شاء الله مع الدعم والجمهور الكبير اللي هيبقى موجود، الاهلي قادر ان هو يقدم مباراه قويه جدا. عندنا لعيبه هتبقى خدت راحه زي علي معلول، زي حمدي فتحي، زي محمد هاني، وده هيدينا دفعه قويه جدا الفتره الجايه، ان اللعيبه تقدم ما لديها من قوه بدنيه في الملعب، تقدم الراحه اللي هي خدتها، تقدم مباراه حلوه. فان شاء الله عم كولر يكون موفق في التوليفه اللي هيشكلها قدام صن داونز، اللعيبه كمان تكون موفقه، والتوفيق حلفنا، وما نضيعش فرص. نشوفكم في الحلقه الجايه ان شاء الله باذن الله.